المجتمع ديالنا كنعطيو اهميه كبيره للناس الاخرين ولا اش غيقولوا علينا الناس، لدرجه انه في بزاف ديال الحوايج كتسمع اش غيقولوا عليك الناس، ولا عندك غيضحكوا عليك، ولا راه هاد الشيء غادي يضحكوا فيك الناس، ولا غادي يضحك الناس فيك، ولا غادي تضحك الاخرين فيك. يعني كنعطيو واحد الاهميه كبيره لراي الاخرين في التصرفات ديالنا. وشحال من واحد فينا كيحاول يرضي الناس الاخرين على حساب كما تنقولوا يعني الصحه ديالو، على حساب بزاف ديال الحويجات، لدرجه ان كما قلت لكم كتلقى بنادم كيدير واحد الحاجه اللي هو ما عاجباش في واحد الوضعيه اللي هو ما راضيش فيها وما راضيش بها، يعني كيعاني ومكرفس، ولكن خايف من نظرة الآخر ولا اش غيقولوا عليه الناس إلا دار شي تغيير أو لا دار شي تصرف مثلا اللي يقدر يكون خارج على داكشي اللي كيتوقعوه الناس يديروا. الإنسان اللي كيخاف من وجهة نظر الآخرين ولا اش اللي غيقولوا عليه الناس الآخرين إلا دار واحد الحاجة معينة، كيكون واحد الإنسان اللي باقي مازال ما وصلش واحد المرحله ديال الوعي، ومازال ما وصلش واحد المرحله ديال النضج الفكري والنضج العقلي. لان الا نتايا تصرفاتك وكما تنقولوا اش غدير واش اللي ما غديرش كيتحكموا فيه الاخرين، اذا فراه انت لا اساس ولا دور لك في الحياه ديالك، كتمشي فقط في اتجاه داكشي اللي كتظن انه راه غيرضي الناس الاخرين وغادي يعجبهم. هذا اشكال كبير بزاف، لان الاخر غيهضروا الناس الاخرين كما تنقولوا، سورتو كنهضروا على المجتمع المغربي، بنادم غيهضر درتيها زوينه غيهضر، درتيها خايبه غيهضر، ما عمرك ما غادي تسكت بنادم. دونك انت اللي خصك دير هو دير داكشي اللي قال لك راسك، داكشي اللي كتشوف فيه مصلحتك نتايا، وما يهمكش راي الاخرين، لانه فان كونت من بعد واحد 10 سنين 20 عام 30 عام 40 عام غنموتوا كاملين، حتى واحد ما غيبقى في هذه الحياه. اللهم دير داكشي اللي قال لك راسك وما تسوقش البنات.